السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده جايين نتكلم عن موبايل من سامسونج في الفئه الاقتصاديه. هو للاسف السعر ده مش اقتصادي، ولكن بعد زياده الاسعار والتغير الاقتصادي فالاسعار دي للاسف بقت هي الاقتصاديه. تعالوا كده نشوف موبايل يستحق السعر ده وتشتريه في 2022 و2023 ولا فكك منه. انا كريم الشرقاوي، والنهارده جاي اكلمكم عن موبايل من شركه سامسونج، موبايل من فئه الاي وهو A23. الوهله الاولى اول ما هتمسك التليفون هتعرف ان هو خفيف جدا، يعني التليفون مش تقيل خالص. التليفون مصنوع بالكامل من البلاستيك، بيجي منه الوان كتير، بيجي منه الابيض والاسود والازرق والبينك. ظهره ناعم جدا، والاحلى حاجه في اللون الابيض ده ان هو ما بيبصمش ولا بيجمع تراب والحاجات دي. اما الشاشه من قدام فهنلاقيه ان الشاشه من نوع LCD مش امولود. ولو جينا بصينا من الجنب هنلاقي ان فيه هو زرار اللي هو بيعلي ويوطي، وفي زرار تاني اللي هو بتاع البصمه ومستشعر البصمه واللي بيقفل التليفون ويفتح. من تحت هنلاقي فيه سماعه واحده بس، وهنلاقي فيه مدخل الشحن اللي هو تايب سي، في كمان مدخل للسماعه ال 3.5 او اللي هي سماعه الاي او اكس بتاعتها. كاميرا موجوده بنوتش في نص الشاشه، وهنلاقي من تحت البيزل واخده حواف كبيره شويه، هنتكلم عن الموضوع ده قدام. ومن الجنب الثاني هنلاقي السيم كاردز والكارت الميموري لو عايز تركبه، من فوق الانفرا او المستشعر. الموبايل بيجي بابعاد شاشه 6.6 بوصه، والشاشه بتاعته بتيجي من نوع LCD بدقه بكسلات 1080 في 2408 بكثافه بكسلات 400 بكسل في كل انش. وبتدعم تحديث للشاشه تردد الشاشه لغايه 90 هرتز، و90 هرتز ده ادابتيف مش كامل، يعني مش دايما هيفضل معاك 90 هرتز، لا لما تيجي تحتاجه هيبتدي ان هو يشتغل. الشاشه كمان محميه بطبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس الجيل الخامس. والموبايل اللي معايا ده بيجي بنسختين، نسخه 128 جيجا 4 جيجا بايت رام، ونسخه 128 جيجا 6 جيجا بايت رام. معايا حاليا هو ال 4 جيجا بايت رام. بيجي بمعالج سناب دراجون 680 ومعالج رسومي ادرينو 610. سناب دراجون 680 بهندسه 6 نانومتر. بيجي كمان في الموبايل ميكروفون اضافي عشان يضيف عزل للصوت لما تيجي تعمل منه مكالمه. طبعا زي ما قلت هو بيجي بشحن تايب سي ويدعم الشحن لغايه 25 واط، والبطاريه اللي موجوده فيه 5000 ملي امبير. بيجي كمان باندرويد 12 بواجهه One UI 4.1 اللي هي بتاعت سامسونج، وبلوتوث 5. دي المواصفات بتاعه الموبايل نفسه. تعالوا نتكلم عن مواصفات الكاميرا وهقول لكم عن رايي في استخدامه وهل انصح بشرائه ولا لا. الكاميرا الاماميه اللي هي فيها النوتش بتيجي بدقه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2، دي فتحه العدسه بتاعه الكاميرا. اما من ورا بيجي هو رباعي الكاميرات، في 4 كاميرات. الكاميرا الخلفيه واللي هي الرئيسيه واللي بتكون فيها بروز شويه الكاميرات، بس مش قوي. لو خدنا بالنا هو ممسوحه كده جزء من الظهر، واخده بومبي زياده، لكن ما بتاثرش خالص في الموبايل وهو قاعد على حاجه. فالكاميرا الرئيسيه بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، فيها OIS اللي هو المثبت البصري وانت بتصور علشان الكاميرا ما تتهزش منك كتير. الثانيه اللي هي الوايد بتيجي ب 5 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2، والثالثه اللي هي الماكرو بتيجي بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.4 او اللي هي 2.4، والرابعه 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.8. الرابعه دي اللي هي بتاعت ايه؟ الرابعه دي اللي هي بتاعت العزل والصور البورتريه اللي بتعمل عزل في الصوره. كمان بيجي بليد فلاش ليد واحد، وده الموجود اهو هنا. اما عن تصوير الفيديوهات فهو بيصور حاجتين، فول اتش دي واتش دي. فول اتش دي بيصور على دقه 1080 30 فريم في الثانيه بس، والاتش دي 720 و30 فريم في الثانيه برضه بس. دلوقتي اتكلمنا عن مواصفات الموبايل بشكل عام ومواصفات الكاميرات والحاجات دي. تعالوا لكم بقى رايي والعيوب اللي موجوده في الموبايل ده ايه. اول عيب ما عجبنيش في الموبايل ده هو شكل النوتش. شكل النوتش هنا قديم قوي، يعني شكل قديم جدا للنوتش، يعني من زمان جدا. البيزلز بتاعته كبيره، يعني بص من تحت من هنا البيزل كبيره نسبيا على الموبايل، وكمان الموبايل كله فيه حواف في الفريم وفي كل حاجه. الموبايل فيه حواف باينه قوي يعني. كمان الموبايل كله من البلاستيك، دي ما عنديش مشكله فيها، بس ليه الشاشه LCD؟ ليه مش امولود؟ ليه مش امولود؟ ليه ما كان في اصدارات تانية شاشه امولود عادي جدا، ولو كانت امولود كانت هتبقى حلوه جدا جدا جدا. بخلاف ذلك بقى هتلاقي ان هو سماعه مونو، مفيش ستيريو في الموبايل. يعني انت دلوقتي لو شغلت اي محتوى هيطلع الصوت من السماعه دي بس. بلس بقى على كده بيحصل زنه من فوق في الموبايل من فوق، مع ان مفيش صوت بيخرج من السماعه بتاعه المكالمات. زنه دي ايه؟ بتبقى طبعا حاجه مش حلوه، والصوت بيبقى مكتوم سنه صغيره. مش الصوت اللي هو الصوت عالي مفيهوش مشاكل، بس مش الصوت يعني اللي انا اقول لك ده صوته حلو وبتاع. المعالج اللي موجود فيه اللي هو 680 سناب دراجون ده تمام وموفر وكل حاجه، بس مش مناسب للالعاب. انا حتى انا ما وريتكوش تجربه العاب هنا لان هو مش مناسب ومش موجه للالعاب. هو موبايل اقتصادي موجه للاستهلاك العادي، سوشيال ميديا، مكالمات وهكذا، بس ممكن تنزل عليه العاب. هو
وينزل عليه العاب عادي وهتلعب عليه عادي، بس مش هيكون احسن حاجه موجوده معاك في الالعاب. وجينا بقى نتكلم عن الكاميرات، 4 كاميرات وبتاع و50 ميجا وكل ده، وحتى ما بيصورش 1080 60 فريم في الثانيه، فما بالك بقى ان هو كمان ما فيهوش 4K حتى 30 فريم في الثانيه. موبايلات كتير موجوده من سنه ومن سنتين وبتصور 4K واقتصاديه يا سيدي فيها متوسط، لكن هنا ما فيهوش. التصوير بتاعه بصراحه ما عجبنيش خالص. تصوير الكاميرا اللي قدام سيء جدا جدا، وكمان لو انت بتتصور بابلكيشن انستجرام سناب شات والحاجات دي، الموضوع ده اكتر مع البنات مش هيكون حلو خالص معاكي. فما انصحكيش ان انت لو انت هتشتريها عشان خاطر الكاميرات دي، يعني ابعد حاجه ممكن تفكري عشانه على الموبايل عشان تشتري الموبايل ده بسبب. فوق كل ده كمان التحديث بتاع الشاشه اللي هو ال 90 هرتز ما بيشتغلش على طول، وكمان مش احسن حاجه. الموبايل ساعات بيهنج ويليك كده في الفتحات، وبصمه الصباع مش سريعه. الموبايل بصراحه مش مرضي خالص. الموبايل ده زي ما انا قلت كده، انت تستخدمه مكالمات، موبايل تاني معاك اشتغل كويس، 5000 ملي امبير والبطاريه بتكمل لغايه يوم كامل وممكن تشحنها تاني يوم كمان كويس قوي. لو هتجيب الموبايل ده تعتمد عليه بشكل كامل تمام، لو انت مش همك الكاميرات والتحديث والالعاب والكلام ده، السوشيال ميديا بقى فيسبوك واتساب الكلام ده، وتتكلم في التليفون الحاجات دي تمام. غير كده تسمع بقى من عليه محتوى، تعمل مش عارف ايه الكلام ده، مش هيكون افضل اختيار ليك. دي العيوب اللي انا شفتها من وجهه نظري. وكمان سعر الموبايل ده بيجي في مصر من 5400 جنيه ل 6100 جنيه حاليا في السوق. فالموبايل من جيبك يعني هنقول مثلا متوسط 5800 جنيه كتير قوي على الموبايل ده. هو طبعا اعلى حاجه ممكن بعديه على طول كان مثلا كنا عاملين ريفيو على موبايل تاني من سامسونج، هتلاقيه تقريبا دلوقتي عامل حوالي 8000 جنيه 7000 ونص 8000 ونص. فالاسعار زياده، فانت قبل ما تحط فلوس مبلغ المالي ده من جيبك في الموبايل لازم تعرف انت هتستخدمه في ايه. الموبايل ده بصراحه انا ما رشحهوش خالص. ممكن تزود في السعر سنه صغيره، ولكن مش ده الموبايل اللي تشتريه في 2022 او 2023. كانت كل حاجه في حلقه النهارده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. لو الحلقه عجبتكم يا ريت تدوسوا لايك علشان تدعموني في نشر المحتوى. لي اي كومنت لو عندك اي سؤال، واشترك في القناه طبعا لو انت مش عامل سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه. والفيديوهات اللي فاتت برده حلوه جدا، خد لك لفه كده شويه في القناه هتعجبك قوي. شكرا ليك اتفرجت الحلقه الاخر، كان عادي بشكرك. سلام عليكم.